قبل ما نبدأ عايزك تسأل نفسك سؤال بسيط. هو أنت بتخاف من الفشل؟ لو الإجابة يبقى اسمعني للآخر لأن الفيديو هيفرق معاك جدا. أهلا بيكم في قناة اتعلم الكورة والعب صح، القناة اللي هتخليك تطور مهاراتك الكروية وتلعب باحترافية. لو عايز تبقى لاعب مميز وتتعلم كل أسرار اللعبة، يبقى لازم دلوقتي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا برأيك في الكومنتات علشان نطور مع بعض ونخلي القناة دي بيت كل عاشق لكرة القدم. الفشل في كرة القدم مش نهاية ومش علامة ضعف. الفشل ده جزء طبيعي من طريق أي لاعب عايز يوصل. كل نجم شفته بيكسر الدنيا دلوقتي مر فترات صعبة جدا قبل كده. في ناس اتصابوا، في اللي خرج من القايمة، وفي اللي محدش كان مصدق إنه ممكن يرجع تاني. بس كلهم اشتركوا في حاجة واحدة وهما ما استسلموش. خليني أقولك حاجة مهمة. الفرق بين اللاعب اللي بيكمل واللاعب اللي مش بيكمل في مجال الكورة مش الموهبة. الفرق هو ازاي بيتعامل مع الفشل. اللاعب الضعيف أول ما بيغلط بيقعد يلوم نفسه أو الناس اللي حواليه، لكن اللاعب الحقيقي بياخد الفشل ده كدرس. بيقول تمام، أنا غلطت هنا، يبقى المرة الجاية مش هغلط نفس الغلط. هو ده التفكير اللي بيخليك تكبر كل يوم في الكورة. خسرت ماتش، اتظلمت في اختيار، ضيعت انفراد، ولا يهمك. في جملة بحبها جدا: الفشل مش نهاية الطريق، الفشل مجرد اختبار بيشوف انت مستعد تكمل ولا لا. وده اللي لازم تكتبه في دماغك النهاردة، ان كل مرة تقع فيها بتكتسب حاجة جديدة، بتتعلم، بتكبر، بتقرب اكتر من حلمك. فلو انت فعلا عايز تبقى لاعب كبير، اتقبل الفشل، خليه يحفزك مش يحبطك، واشتغل على نفسك كل يوم لحد ما يجي اليوم اللي الناس كلها تفتكر فيه انك كنت مجرد لاعب عادي. لا، ده انت كنت مفروض ان انت في الوقت كنت لاعب كبير، بس اللي انت تبقى الدليل الحي ان الفشل ممكن يخلق بطل حقيقي. انا عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات: انا مش بخاف من الفشل، انا بتعلم منه، علشان افتكر دايما انك واحد من الناس اللي فعلا ناوية توصل وتعلم الكورة والعب صح. طالما عندك هدف اشتغل عليه. الفشل مش عيب، العيب انك تقف بسببه. خلي عندك يقين ان النجاح الحقيقي مش انك تكسب دايما، النجاح الحقيقي انك تقوم كل مرة تقع فيها. حتى لو الناس بتضحك او بتنتقدك، خليك فاكر ان كل لاعب كبير كان في مكانك قبل كده. اللي الناس بتسقف له دلوقتي كان بيتهاجم من زمان، بس هو قرر ما يسمعش غير صوته الداخلي اللي بيقوله كمل. والنقطة اللي لازم تفهمها كويس جدا: المدرب مش دايما هيختارك، والظروف مش دايما في صفك، بس شغلك وتطورك هو اللي هيفرضك على الكل في يوم من الأيام. لو كل مرة تفشل فيها قعدت تشتكي مش هتتعلم حاجة، لكن لو كل مرة فشلت قلت أنا هرجع أقوى، ساعتها كل سقوط ليك هيبقى خطوة جديدة لقدام. انت مش أول واحد يفشل ومش آخر واحد هيقع، بس ممكن تكون أول واحد يرجع ويكسر الدنيا بعد ما كل الناس افتكروا إنك انتهيت. بص يا نجم، مفيش لاعب كبير في العالم ما فشلش. كل الناس شايفة لقطات النجاح، بس محدش شايف الأيام اللي كانوا بيقعوا فيها ويقوموا تاني. الفشل في الكورة مش نهاية، بالعكس ده بداية جديدة لو عرفت تتعامل معاه صح. يعني ايه يا كابتن محمود؟ يعني لو خسرت ماتش أو ضيعت فرصة أو مدرب استبعدك ما تزعلش. اسأل نفسك أنا ليه وصلت للنقطة ديت؟ اتعلم من الغلط وارجع أقوى منه. اللاعب اللي بينجح مش اللي ما بيغلطش، اللاعب اللي بينجح هو اللي بيتعلم من كل غلطة وبيفهم إن كل سقوط هو درس بيخليه أذكى وأقوى. ما تسيبش كلام الناس يهزك. اللي بيحكموا عليك النهاردة ممكن يبقوا نفس الناس اللي هيسقفوا لك بكرة. الموضوع كله إنك ما تقعش، استمر واشتغل وثق في نفسك. وخلي دايما في بالك اللعيب اللي ما بيخافش من الفشل هو الوحيد اللي فعلا عنده فرصة ينجح. افشل بس ما تستسلمش، وخلي كل مرة تقع فيها ما تستسلمش، بالعكس ده يبقى دافع ليك انك تبقى اقوى واحسن من المرة اللي فاتت. لان النجاح الحقيقي مش انك تكسب كل مرة، النجاح الحقيقي انك ما تقعش وتسيب الكورة بسبب الخوف. لو عايز تبقى لاعب محترف لازم تتقبل الفشل وتتعامل معاه كأنه جزء من الرحلة مش نهايتها. ركز واشتغل وتعلم الكورة والعب صح، وده شعار القناة بتاعتنا. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت النهاردة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة اتعلم الكورة والعب صح، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.
واعمل شير لأصحابك علشان يستفيدوا. اكتب رأيك أو سؤالك في الكومنت وأنا هرد عليك في الفيديوهات الجاية. استنوني في تدريبات ومهارات جديدة هتخليكم تلعبوا صح وتبقوا نجوم في الملعب. سلام.